السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي ومسامح الجميل العسلية طالب الثانوية العامة ذو المستقبل الجميل ولست البائس الحزين أبو سيد. إيه الحاجات اللي أنت تدوس عليها قبل الامتحان بكرة أو أيا كان، يعني خلاص يعني ساعات وهتمتحن، أو إيه الحاجات اللي بتتكرر في كل امتحانات كل سنة؟ تعال نبدأ الأول بالباراجرافز. بص، دايما الباراجرافز بنسبة 90% في السنين اللي فاتت كلها دايما ما بتخرجش عن المواضيع دي بنسبة 90%، مش 100%، بس 90%. أولا بتتكلم مثلا عن مشكلة، أي مشكلة بقى، مشكلة عالمية، مشكلة مثلا التلوث، مشكلة اللي هي مثلا الازدحام السكاني، اي مشكله. ممكن يجي يكلم لك عن اختراع مثلا بقى التكنولوجيا، فاهم انت؟ زي يتكلم عن التكنولوجيا عامه، يتكلم عن الموبايل، يتكلم عن والتكنولوجيا بقى استخداماتها بقى. يعني مثلا ممكن يجي يقول لك مزايا استخدام الانترنت، عيوب استخدام الانترنت، مزايا استخدام التكنولوجيا، عيوب استخدام التكنولوجيا. كده انا طلعت لك اربع باراجرافات. يعني اي حاجه فيها تكنولوجيا او اي حاجه فيها اختراع، الموبايل، النت، التليفون، حتى لو المكنسه الكهربائيه، فاهم ازاي؟ ممكن يجي يتكلم عن مرض حصل، مثلا يتكلم عن كورونا، ودي حصلت مره قبل كده، يتكلم عن الكورونا، يتكلم عن اي مرض، يتكلم عن مرض السكر، مرض السرطان، اي مرض ممكن يتكلم لك عن امراض. ممكن يتكلم عن قضيه عالميه، حاجه حصلت في الاونه الاخيره، ويروح يقول لك مثلا اكتب لي عن القضيه دي. ساعات ممكن يجي يقول لك اكتب هوايه عن هوايتك، او اكتب عن قصه، اكتب قصه مثلا عن كذا، او القصه دي حصل كذا، او روي لي قصه عن كذا، تمام؟ او هوايه. وممكن بقى الخازوق التمام يجيب لك يقول لك اكتب عن ايميل اصلا، انت فاهم ازاي؟ بس البيج بوس بقى مين البيج بوس بتاع الباراجرافات كلها؟ هاو تو. ايه هاو تو؟ اللي هو كيف يعني مثلا هاو تو مثلا مانج يور تايم، ازاي تدير وقتك. هاو تو مثلا ارينج يور كذا، ازاي ترتب كذا. هاو تو بينيفيت فروم تكنولوجي. هاو تو مثلا ديسكاس كذا. هاو المهم ان هاو تو، المهم كلمه هاو تو دي تلاقي دايما في بدايه كل باراجراف، وده البيج بوس بتاعهم كلهم. ده كده بالنسبه للباراجرافز. اما بقى القطع بتيجي بالاشكال دي. ممكن يجيب لك عن مرض، ممكن يجيب لك عن سيره ذاتيه، مثلا يتكلم عن احمد زويل، يتكلم عن محمد صلاح، سيره ذاتيه لشخص يعني. ممكن يجيب لك عن العلوم، ممكن يجيب لك عن الفانتازيا دي شفناها سنتين ورا بعض، كان مطبق على طور الجنه، انت فاهم ازاي؟ سنتين ورا بعض فانتازيا، دي حاجه فانتازيا. وعلى فكره في القطعه اللي فيها الفانتازيا امشي مع الهبل ده عادي جدا، كلب يتصل بالبوليس عادي جدا، وشهاب الكذاب عادي، دي اسمها فانتازيا، يعني خيال علمي. ممكن اصلا يجي يقول لك مثلا قصه النمله، اسمه الايه، نمله ايه، قصه السلحفه والارنب، عادي، قصه كليله ودمنه، عادي، دي اسمها فانتازيا. ممكن برضو يتكلم عن قطع عن الاحياء او قطع عن التاريخ. ممكن يروح عامل لك ميكس بقى، مثلا يروح جايب لك احياء في تاريخ، احياء في فانتازيا في جغرافيا، فاهم انت ازاي؟ طب ايه اكتر النقط اللي بتتكرر في كل سنه في اللي هو قصدي الجرامر او الكلمات؟ اكتر النقط اللي بتتكرر في الجرامر موجوده مثلا عندك، فاكر انت لما كنا بنقول suggest ذات فاعل مصدر، او insist او recommend ذات فاعل مصدر؟ طب لو ما فيش فاعل بنحط اي ان جي، طب او ممكن نحط should والمصدر. دي برضو بتتكرر كتير جدا، وده اللي انا متاكد منه ان شاء الله هيجي باذن الله انه يتكرر كتير جدا 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 في امتحانات، وانتوا طبعا اتدربتوا معايا على الكلام ده كله. حته اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول، زي مثلا يقول لك ايه، the man who is wearing a white jacket، هنا نشيل who is wearing ونقول wearing، يعني الراجل المرتدي. يقول لك مثلا the bag which was stolen، التي سرقت، ممكن اشيل اقول the bag stolen، او مثلا ايه the money stolen، او the shoes stolen، ايا كان، يعني في الاخر نقول المسروقه. فده اسم المفعول. اسم الفعل بنحط الفعل اي ان جي، واسم المفعول بنحط اللي هو التصريف الثالث للفعل. دي بتتكرر كتير جدا. وبرضه حته المضارع التام المستمر والماضي التام المستمر، دول بيتكرروا كتير جدا. يعني مثلا لما بتلاقي كميه او عدد كبير ايا كان، بس هي بتبقى كميه، ما بنختارش المستمر. يعني مثلا اقول لك ايه I have been reading 3 books، ده غلط، تقول I have read 3 books. او I had been reading 3 books، ده غلط، تقول I had read 3 books. المهم ان في كميه. لو لقيت many او ماتش نفس الكلام، ده كميه، ما تختارش المستمر، يعني الاي ان جي دي ما تختارهاش. وطبعا الزياده بقى الجديد دلوقتي التراكمي بقى له كام سنه، اللي هو موضوع حالات اف طبعا هو لما بيجي يجيب، ما بيجيبش الحالات اللي هي العاديه، بيجيب لك الحاله اللي هي الكسر، مثلا وير فاعل تو والمصدر، الناحيه الثانيه وود والمصدر، وير فاعل تو والمصدر، الناحيه الثانيه وود والمصدر. الكلام ده انا قلته في الفيديو الاولاني اللي كان تلخيص الجرامر في نص ساعه. وعندك مثلا يجي يلعب لك في حته اللي هي بدل ريد تبقى ريدز، طب خليها ريدز ولا ريد، فاهم ازاي؟ فده اللي هي الافعال اللي كات شات بوت. فده جاب لك التصريف الثاني. وفي هنا الناحيه الثانيه زي ما انت شفت في الفيديو، الناحيه الثانيه في مفرد يبقى هناك وود، لان دي حاله ثانيه، جاب لك التصريف الثاني للفعل. يعني من الاخر بيلعب على حالات اف، ودي موجوده عندك في المفاهيم اللي هي كراسه المفاهيم، بس مش بالاستفاضه الرهيبه اللي هي بتاعت بدائل اف. اللي انا عايز اوصله لك، لو انت تعرف تبص على بدائل اف بسرعه كده، بص عليها. وعندك برضو حته المبني للمجهول. المبني للمجهول بيتلخص في كلمتين عطسه وتفه زي ما بيقولوا. هو مش هيجيب لك اللي هو الحاجات العاديه، هيجيب لك الحاجات الزياده شويه. اي فعل اخره تو لما بتحط بعده تو، مثلا لو لك want to، فمثلا has to، اي فعل بيجي بعده تو بنروح بنين المجهول تحط بيه والتصريف الثالث. يعني مثلا كده تبقى has to be built، اللي هي مضطر انها تبنى مثلا. طيب اي فعل ناقص اللي هي كان كود شال شود مي مايت ويل وود، بيجي بعدهم اللي هو ايه، عايز ابنون المجهول تبقى بيه والتصريف الثالث. طب الفعل اللي بياخد بعده اي ان جي زي avoid
مثلا avoid بيجي بعده اي ان جي، بقول ايه avoid احط بقى being تاني. الافعال اللي بيجي بعدها تقول to be بي اي. طيب الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي عايز ابناء المجهول تبقى being والتصريف الثالث. حلو الكلام. اي فعل نايس عايز ابناء المجهول تبقى be والتصريف الثالث. الجمله اللي بتتكرر كتير مثلا I don't like being cheated، ما بحبش حد يغشني، لان like بيجي بعده to المصدر او being، تبقى I don't like to be cheated او being cheated. قشطه. وطبعا بقى موضوع الاقلاب اللي هو نو سونر هات فاعل، فاعل هاد نو سونر، كنا تاني نو سونر هات فاعل، فاعل هاد نو سونر، كنا بنقول ايه؟ فاكر نو سونر زين، نو سونر زين. هاردلي سكيرسلي زيها بالظبط زي نو سونر، بس ما كانتش بتاخد زين، بتاخد ويل. وطبعا موضوع السببيه ان انا كنت بقول شخص بيخلي حد او فاعل بيخلي فاعل يعمل حاجه ثانيه، لما كنا بنقول نلاقي هاف او هاف مثلا بتصريفاتها كنا بنقول ده هنا في شخص او بيخلي حد او حد بيخلي حد، فبنحط الناحيه مصدر، الناحيه الثانيه مصدر. طب انا عايز اخليها طول المصدر، تحط جيت. طيب لو في ده كله بقى والناحيه الثانيه في مفعول، يعني مثلا بقول لك ايه انا خليت الموظفين يتدربوا ولا يدربوا؟ لا يتدربوا، فتبقى هنا اللي هو مبني للمجهول، تحط التصريف الثاني. وطبعا البيج بوس والواو الرهيبه اللي ان شاء الله لازم تيجي، يعني لازم تيجي موضوع الكوانتيفايرز اللي هو الاتش وافري واني. طبعا هو ما بيجيبش، مش هيجيب لك الا الحاجات اللي هي زي اتش اوف، نيذر اوف، نون اوف، اتش اوف، نيذر اوف، نون اوف، لان بيجي بعدهم اسم جمع وفعل مفرد. فاكرين لما كنت بقول لكم اف فيو تفاحه ال لبن ميلك، كان يعني بنعلمها كده اللي هو الاف، افتكر اف فريند، فهي اف فريند يبقى فيو يبقى يتعدى، تمام. ال ميلك، ال لبن ميلك، ليتل لا يعد، يبقى اف فيو، فيو يعد، لبن ميلك لا يعد. اللي حروفها كتير الليتل تبقى الليتل حروفها اكتر من ليتل تبقى تكفي. طب افيو حروفها اكتر من فيو تبقى تكفي. فهمت كده؟ الحروف قليله ما تكفيش، الحروفها كتير تكفي. ولما كنا بنلاقي سو وساتش كنا بنحط ذات، سو وساتش كنا بنحط ذات، وتو انف وبنحط تو اللي هي تي او او، وانف اللي هي نف كنا بنحط ايه تو تي او. وحته اي ويش لما بنتمنى حاجه لسه هتحصل في المستقبل، وود او كود، اللي هي كود مع اي او وي، وود مع اي حاجه ثانيه. بتتمنى حاجه في الماضي وتقول يا ريتنا او ايا كان، بتخلي الجمله ماضي تام اللي هو هات التصريف الثالث. بتتمنى حاجه لسه هتحصل في المضارع، فبتبقى الجمله ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل. ما عدا حاجه واحده بس، لما بتكون الفاعل مفرد او جمع مش تفرق، بنحط بعدها وير، بس وير دي ما يجيش بعدها حاجه غير الفعل. يعني مثلا ايه if I were tall، تمام. تول هنا مش حاجه يعني، او I wish I were tall، تول هنا دي صفه مش فعل، فاهم ازاي؟ فحطينا هنا وير مع المفرد. وطبعا برضو اتكررت كتير جدا باي زائد مده زمنيه لسه هتحصل، ويل هاف والتصريف الثالث. يعني مثلا باي 2030 بحلول مثلا سنه 2030 مثلا ويل هاف والتصريف الثالث، او ويل هاف بين والتصريف الثالث. طب باي ومده زمنيه في الماضي خالص، تمام، تبقى هاد والتصريف الثالث، او هاد بين والتصريف الثالث في المبني للمجهول. وطبعا السنه لو قبلها ان بتبقى ماضي بسيط، والسنه لو قبلها سنس بتبقى بنسبه كبيره اللي هي المضارع التام هاز او هاف والتصريف الثالث. كده انا لخصت لك حاجه بسيطه جدا، ودي اللي بتتكرر كتير جدا، والحاجات دي بتتكرر كتير جدا كل سنه. بس يا سيدي اتمنى من الله يعني حته انا بوضحكم بقى بطريقه بسيطه جدا، ان هو يعني يعني بشكركم، انا اللي بشكركم والله بجد، ان انتوا خليتوني ان انا في دافع ان انا كل شويه اعمل فيديو، وان انا والله العظيم ربنا يعلم انا كل شويه بدماغي بتشت كده. انا عايز اديك معلومات على قد ما تقدر، عايزك بجد تنجح في الماده دي، لان انا عارف ان في ناس كتير جدا بني ادمين براس بخاخه في الماده دي. فانا نفسي تدعي لي دعوه بعد الامتحان، واكون سبب بعد ربنا ان انت تنجح في الماده دي بس. فانا مش عايز اكتر من كده. وكانت دفعه جميله والله بجد، رغم ان انا كنت شتمتكم في فيديو، بس يعني معلش انا بتاسف، حقكم عليا، وحقكم عليا لو انا كنت قصرت معاكم في يوم من الايام، وحقكم عليا لو كنت قلت كلمه جارحه لحد، بس والله العظيم انا زي اخوك الكبير، فاستحملوني معلش. وان شاء الله احنا مع بعضينا، لو احتجتوني في اي حاجه انا تحت امركم، والتيم كله تحت امركم. والتيم اللي فلسعني ومشي وسابوني لوحدي لايس في الاستوديو ده فانا مبسوط بيكم، ومش هقدر اقول حاجه في الوداع غير حاجه واحده بس، ربنا يا رب ييسر اموركم، يعني ونفسكم اللي نفسكم فيه تحققوه، بس مش اكتر من كده. وحاجه كمان يا ابن الحلال، لو لا قدر الله ما جبتش المجموع اللي انت بتحلم بيه، عادي جدا والله العظيم. ده انت لو عرفت ربنا عين لك ايه بجد، انت هتصرخ من كتر الفرحه. يعني انا مثلا وانا في ثانويه عامه زي ما قلت لكم كنت جايب 91% ودخلت اداب انجليزي، مع اني كنت علم علوم. ودلوقتي انا بشكر ربنا، انا لو رجع بيا الزمن هسقط واعيد السنه كمان، مش هجيب 91، وارضى باللي ربنا كتبه لي. لو كنتم تعلمون الغيب لرضيتم بالواقع. بس اشوفكم على خير يا دفعه 25 ابو سيد وام سماح الجميله العسل.